هو قال لنا تحت ما ينزل تحت، امه مريضه وما عارفاش الان، باقي ما عارفاش مسكينه، باقي ما عارفاش. أهلا السلام أمير، لاباس؟ كي دايره إلهام؟ صافي لاباس عليك؟ يا بغيت لي نطلع نقول شكرا للناس اللي كلهم تيصيفطوا ميساجات، أنا ما قادراش ندير لايف، وبغيت نقول لكم بأن هو باقي ما قادرش نهضر. زعما هو باقي متاكد عليه ما والو ضل. واش القضاء هو اللي غادي يقول اشنو كاين بالنسبه للناس اللي تيطلعوا اسمحوا لي، الناس كلهم هما على حقيقتهم، كلهم يوتيوب لا يموت، كلهم عندهم ماضي. هذاك الانسان ما عمرو دار حاجه لشي واحد، ديما تيطلع تيضحك تينصح، فيديوهات تتشهد عليه، ولكن الواحد تيطيح تيجيو تينشرو فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، فيهم هادو كلهم اللي طلعوا تينهشوا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل ويعمل يمين صافي هادشي اللي نقولها أمير، وشكرا لك، شكرا لك والله العظيم. واخا انت ما عمرك طلعتي مع امير وداك الشيء في النطاق ديال تيك توك اللي تتعطيه وتيعطيك، اللي تنجلس انا وياه تيقول لي راه شاد فيه، هو تا راه عارف شاد فيا، راه هادشي ديال السوشيال ميديا، هو انسان راسو عامر وقلبه بيض، قلبه بيض بحال الحليب اللي تنسمعش. إلهام سمعي نقولك واحد الكلمه، إلهام سمعي نقولك واحد الكلمه. شوف، الابتلاء راه انبياء ورسل راه تبتلاو ودوزوا الحبس، راه مارتن لوثر كينغ دوز الحبس، راه نيلسون مانديلا دوز الحبس. الا كان مظلوم وكانوا هادو اتهامات، كوني على يقين ان التحقيق والله ما يظلموه، كوني على يقين والله ما يتظلم، سمعتيني؟ ما غاديش يتظلم. وإلا تاهم بشي تهمه راه التحقيق راهم تيحقوا معاه، وكانوا هادو اتهامات، كوني على يقين ان التحقيق والله ما يظلموه، كوني على يقين والله ما يتظلم، سمعتيني؟ ما غاديش يتظلم. وإلا تاهم بشي تهمه راه التحقيق راهم تيحقوا معاه باش يعرفوا واش هادوك التهم المنسوبه اليه ملي غيحقوا واش بصح او لا غير تهم. راك شفتوا التازي، راه الطبيب التازي راه اتهم، راه هو كانوا عنده تهم ثقيله، في الاخر خرج براءه، سمعتيني؟ يعني هنا انت تتعرفيه يعني شخصيا، الا بكيتي عليه ولا بقى فيك ولا دافعتي عليه انت تتعرفيه شخصيا، ولكن ما تلوميش ناس اخرى اللي ما تيعرفوش مزيان، فهمتيني؟ لان ملي غيسمعوا هاد التهم غيقول لك حنايا معروف علينا مني الانسان تيكون واصل وعنده جمهور وكذا كلشي لاصق، ولكن مني تيبدا يتهم شي تهم وخا يكون مظلوم كلشي تيهرم منه، هذا دليل على ان هذوك الناس منافقين. انا بالنسبه لي عندي ثقه في قضاء المغرب والنيابه العامه وقاضي التحقيق، كوني على يقين انه كان هو عايش في المغرب، لنفترض جدلا هذوك التهم ماشي ربما ماشي تهم ثابته، راه يقدر يخرج صلاح مؤقت تحت ضمانه السكن، هو ما عايش في المغرب، يعني ضروري خصو يصيفطوا للحبس، لان ما يقدروش يخليوه في الحراسه النظريه بحكم انه وصل 74 ساعه، ما يقدرش يفوت 74 ساعه، فهمتيني؟ بالنسبه له هو راه التحقيق مازال جاري، وإلا كان غير مذنب راه غيخرج براءه، وهذيك الساعه من حقه يتابع اي واحد لا عليه شي تهمه، راه من حقه يتابعه. كان مذنب راه الحبس ماشي نهايه العالم، ماشي نهايه العالم. ولكن انا كنت تفرجت فيه في شوف تيفي، شحال هذا راه دوز العذاب هو، واش صاحبي الحبس
اول حاجه ربما غيدوزها صعيبه في حياته، راه دوز العذاب، راه تحرم من باه وخلى باه في المغرب ومجا وقال لي مريح وزاد ما بقاش بان. انا راه سمعت هذيك القصه اللي دار مع سميره الداودي وحكى على القصه ديالو، ودوز الفقر ودوز بزاف ديال الحوايج وما تيقش انه مشى لفرنسا وتبدلت حياته. يعني هذه هي الحياه، اخذ مطبات، طلع هبط. يعني المؤمن اللي تيكون مؤمن قوي تقبل اي حاجه. راني فسروا فهموا كيفاش مدير. انا فاهم البكاء ديالك الهام ما هو الا انك عرفتيه كانسان وعرفتيه كشخص وتعاشرتي معاه. ناس هو غيشوفوا انك انت خايفه. اسمعي ناس اخرى غيشوفوه وانت خايفه لانك داخله ما انت عايشه في ميريكان واصلا مش تهبطيش في المغرب بزاف. انت راك تقدري تقولي من غدا ما صافي غتريحي في بلادك، راك عايشه بخير وعلى خير في ميريكان، فهمتيني؟ ولكن انا فاهمك وناس اخرى فاهمينك بانك تتعرفيه شخصيا، يقدر يكون خازن عليك الهام الصوره ديالو الاخرى، هذا غير مستبعد. ولكن الصوره اللي شايفه انت انه انسان مزيان عزيز عليه الخير، قلبه ابيض، ما تيأذي ناس، صريح كذا هذا هو اللي شايفاه انت. انا اش قلت لك بعض المرات راه غير داك الضحك في التليفون، مثلا مكالمه او ميساج بينه وبين اكس ولا ايكغيك، ولو يكون غير ضحك، الا تقلب التليفون ولقاو هذاك الميساج خصهم يحقوا فيه، فهمتيني؟ خصو يتحقوا فيه. هذا هو القانون، ما تعرفش الحوايج. راه الناس كاينين مورا هادشي، بزاف الناس كاينين مورا هادشي ما تتعرفوش. نتوما ما تتعرفوش اشنو تيديروا مورا الواحد. المهم شو عنده محامي هو اوف كورس عنده محامي اوف كورس، بس حنا نخليوه بلا محامي راه ما يمكنش. انا براسي انا وتامر تامر كون ننزل المغرب هو قال لنا تحت ما ينزل تحت، امو مريضه وما عرفاش الان، باقي ما عرفاش مسكينه، باقي ما عرفاش. المهم يلا ننزل ما قادرش والله العظيم. سير عينا الله يسهل. شكرا امير، ثانك يو سو ماتش، شكرا ثانك يو. سلام اختي الله يتعاش. اوكي ما تناقشوهاش لان ما كاينش شي واحد غيكون حسن من قاضي التحقيق حاليا. قاضي التحقيق لا زال الان تيبحث وما زال تيحقق وما زال يتهم. اليوم يعني مجبوده كيميطا وتدار لها لا ريشيرش من خلال يعني باش نكونوا واقعيين. اوكي يعني ولكن الشكايه الاولى اش كان فيها؟ الشكايه الاولى مولاي الشريف اش كان فيها؟ ادم والام ديالو ادم ام ديالو وي. ولكن يونس باش تعززنا يعني الفيديوهات ديال يونس راه فيهم كيميطا، فيهم التجاره، تكبيس الله يرحمكم، فيهم التجاره باش تعززنا فيهم بلاتي يا اخت ليلى الله يرضي عليك. ايوا لا حيت كتقول شي حاجه وغنبقى نجمع، لان جمعت الاولى ها الثانيه كيفاش تعززنا. دابا ما فهمش الاخت ليلى، ما فهمش. عندما نكون نتكلم ونقول تعززنا هذا يعني ان نحن عندنا واحد حنا كنقولوا اليد في هذا الشيء. انا عضو في الجمعيه ديال رئيس الجمعيه ديال هيئه الضميره الاخت ليلى. هناك تناقض الان. يلا وانا سمعي وانا اللي دليت بالفيديوهات الاخت ليلى يرحم والديك. دايس تحت ما يعيط لي الله يرحم الوالدين. انا اللي سمعي الاخت ليلى، انا من الناس اللي دليت بالفيديوهات الهيئه ديال الضابطه القضائيه. مزيان هادشي اللي اختي. اول ما طلعتي قلتي كلام اخر، قلتي انه بقى فيا لا سمعي، بقى فيا كانسان، ما بقاش فيا كفعل جرمي. فهمتيني؟ عندك الحق. يعني انا نديك الحبس وندعيك وندير، ومني تهبط الحبس دابا لا داعي للثرثره، لا داعي للثرثره. اسكتي قليلا ولا اسكتي كثيرا. سمعي، اسكتي قليلا اسكتي قليلا ولا اسكتي كثيرا. هنا ساسكت قليلا لان احنا الا كنا غادي نهضروا على القواده او غادي نهضروا على الناس اللي كيديروا، انت كاول واحد. لا 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 يكون في مكانه وبالدليل وبفيديوهاتك وبكل شيء، فأنت أول من نشر الطهارة. ليلى نحن نعرف ذلك بفيديوهاتك.
ليلى تكلم دقيقه امير، بلاتي بلاتي تكلم. مولي الشريف تكلم دقيقه. انا ما عندك ما تصور مني ليلى راه الصوت ما عنديش خليو. لا ولكن باش ان يكون الانسان حقيقه يمارس القواده الحقيقي الذي يمارس القواده وتزيد تقول لي انا ونباشر ولما حتى ولان انت اكثر واحد كنتي كتحط لنا الفيديوهات ديال البنات عريانات وحاط الشراب وحاط لا هبطي في حالك اختي انت، اختي ليلى.